انا ابوي لما اتجوز امي ما حضرت العرس تبعهم بسبب هذا المقطع. انا جوز عمتي لما مات ما رحتش دفنته وما رحتش العزاء اصلا. لان 5 ساعات اللي انا هروح اضيع فيهم مشوار اسافر فيهم واروح لهم وادي اسكندريه او وات ايفر، انا ال5 ساعات دول ممكن اخد an extra edge in what I do that's gonna pay off for me and my whole family later on. فاهم؟ This is how extreme I was. اللي هو قعدت 3 سنين ما عتبتش فرح، ما عتبتش خطوبه، ما عتبتش خروجه. مبدئيا اللهم صل على سيدنا محمد، جيب لي الكاميرا من جانب من هون. ايوه عليك نور. انا الصبح لما اصحى يو نو مان بقعد تقريبا 5 ساعات في الحمام ومي از قاعد او اخرى. So for you know man we extra cheeseburger nice. So extra edge man, you know what I mean? So ال5 hour اللي انت ما رحتش فيهم على العزا تبع عمك، مي اقعد الصبح واو oh my god you know man. وانت عزيزي يعني تنساش تاخذ ثانية من وقتك تحط زر الاضحكني، واذا انت مفكر اللي شفته غريب فوحياتك لازم تشوف هذا للاخر. امي طلعت من غرفة العمليات مشان تساوي ركبتها مسكينة، ركبتها وجعها، قام طلعت فيني هيك قالت لي الحمد لله ابني هدول الناس مثل الملائكة ساعدوني مثل عادي بالنرويج. انا وعم بحكي معه عقلي الباطن تلقائيا راح على صلاة الجمعة بسوريا. بعد ما نخلص صلاة الجمعة نقعد كلياتنا مع الإمام ويقول اللهم بيوتهم للكفار، اللهم دمر أولادهم آمين. بعدين نحن نطلع نقدم لجوء عندهم مشان يساعدونا يطفوا علينا ويساووا ركبة لأمي المسكينة ببلاش. تخيل معي هذا هو الشيء اللي بيصير. الو السلام عليكم. شيخ ابو الحكم، شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟ والله شيخ بدي اخش على الموضوع على طول. بدنا نعمل ابديت لخطبه الجمعه. ابديت مثل يعني كثر لنا من دعاوى مثل اللهم انصر الكفار، اللهم دججهم بالسلاح، اللهم قوي اعداء الدين. لا، في شاب تبع عنده قناه تطوير ذات على التيك توك فبالنرويج مسوين ركب امه. شفت المقطع؟ والله عشان يعني والدته مسوين ركبها. كم ام توفت في فلسطين؟ لا مو هو الزلمه باع القضيه، باع ركب امه. كم ام راحت بحرب امريكا على لا امه اغلى من الوطن. لا ركب امه عفوا مش امه، ركب امه اغلى من الوطن. روسيا بسوريا كم ام؟ فوق 50,000 ام. لا يا زلمه بنقول لك ركب امه. انا شو عرف امي ركب امه من شو خربن؟ كان الحج طول النهار يقولها اهبطي. انا شو عرفني شو خربن ركب امه؟ والله شيخ لا بدك تغير. شدنا هيك اللهم دججهم بالسلاح، اللهم قوهم علينا وهيك. يا شيخ بنقول لك ركب امه. لا يا شيخ، لا يا شيخ، بتضلك شيخ يا شيخ. لا وحد الله، لا هذا الحكي بقدرش اوصله. يلا بقى. لحد هاي اللحظه عندنا 2، واحد ما حضرش عزا عمه عشان ال5 ساعات راح يصير فين ايلون ماسك، واحد ثاني باع القضيه وباع الوطن وباع كل شيء عشان ركب امه. خلينا نشوف الثالث. من سنه 2005 لسنه 2010 دراستي للهندسه كلفت اهلي تقريبا 200,000 دولار. تعرف ال 200,000 دولار هذه لو اشتروا لي فيها عقار في سنه 2005 كان هلا وصلت قيمته ما لا يقل عن 1,500,000 دولار. المكسب ما كان بس في الفلوس، كنت اتعلمت أكبر درس استثمار في حياتي. يعني أنا ككزن وأتوقع أغلبكم عارفين إنه عايش بأمريكا، وجيت مني أدرس هندسة بجامعة من أفضل 10 جامعات بالعالم، طلعت تكلفة الدراسة 70,000 دولار وأقساط وعلى 45 سنة، وبالآخر قلت له لا ليش يعني ليش بدك تدرسني بالفضاء؟ قال لا بالجامعة، ما بديش إياها. فأنت 200,000 بال 2005 يعني اهبط ما استطعت، ولكن إيش يصدق. وثاني شغلة بدل ما تطلع كونك صرت مشهور وتقول شكرا لأهلي درسوني وعلموني ودفعوا علي 200,000 طالع تحملهم جميلة، يعني أنت كان نكال ترى اسمها. ثالثا وليس اخيرا، انت كل النص مليون اللي بتابعوك على مبدأ انه انت زلمه بدأت من الصفر، وكيف تفتح متجر الكتروني ب3 دقائق، وكيف تصبح ملياردير من $7. انت دراستك لحالها 200,000 عمو، وشو تعريفك للصفر؟ مو ده الصفر تبعك زي الصفر تبع بيل جيتس طلع ماخذ من امه قرض 40 مليون، اسمع صفر كبير هذا. او صفر زي تبع جيف بيزوس طلع ماخذ من اهله تحويشتهم 14 مليون. انت الصفر تبعك بالنسبه لك شو؟ لانه انا الصفر بالنسبه لي كمواطن اردني يكون عليك 7 قروض بس، انت زلمه بادئ من الصفر الحمد لله، لانه غيرك عليه 12 قرض وزيد عليه 7 قروض مرأة. فالله يرحم والديك. وكل واحد بيطلع يقول انا بديت من الصفر، اكتب لنا الصفر تبعه يعني شو تعريفه للصفر. اذا كان معك بس $1,000، إذا بس معي $1,000 عارف بشو بستثمر؟ بدلة وساعة. بروح على خياط بدفع له $700 وبحكي له خيط لي أحلى بدلة عملتها بحياتك، وباخذ $300 وبشتري فيها ساعة مرتبة وبلبسهم. هذا أفضل استثمار ممكن تسويه $1,000.
هذه الاشياء راح تجيب لك فرص تعرف على ناس جداد، فرص انك تدخل في مجموعات انت ما بصح لك تدخلها ثيابك مهرية. فوين ما تروح، رحت على لوبي تبع فندق راح تلفت انتباه الناس الناجحين، رحت على مطعم، رحت على مول، الناس دائما بتنتبه للاشياء البراقة واللماعة، فبصير سهل عليك انك تدخل وتعمل حوارات مع ناس انت شايفهم هدف بالنسبة لك. فاللهم صل على سيدنا محمد. البدله والساعه هي عده النصب، واذا زدت عليها مسبحه 32 خرزه يا سلام انت هيك. ثاني شغله بدك تاخذ قناعه بعقلك، فيش واحد بصير معاه مليون لانه اهبل. يعني فكره انه واحد صار مليونير لانه اهبل انسى موضوعها. واهلك اللي فهموك انه فلان بصير معاه مليون لانه بخيل مستحيل برضه. بصير معاه مصاري لانه هو ذكي وعرف كيف يشغل مصاري. وثالث شغله واهم شغله، طول ما انت بتسمع لهاي الناس ومقتنع لو 1% من كلامهم فعمره ما راح يصير معك مصاري، لانه انت فقدت احدى ميزات انه يصير معك مصاري، تكون ذكي. يعني واحد بقول لك انت لا تمتلك سوى $1000 تروح تشتري فيهم بدله وساعه وبعدين تفوت فيهم على فندق. طب مش شغيل بالفندق اللي قاعد ورا الريسبشن لابس بدله وساعه ترى، ويمكن اغلى من التعاتي. اذا انه بدبي بده يكون اغلى من $1000 لابسها لانه حساب الفندق احيه. فالساعه ام $300 والبدله ام $700 بالنسبه لناس هذول $1000 بجيب فيني قرافه قاعد. اما تلكو. وانا يعني حبيت اعمل هاي الحلقه لانه عن جد اكتشفت انه في ناس بيسمعوا لهاي الاشخاص وعن جد مقتنعين بكلامهم، في ناس عن جد بتنغر فيهم. شوف عمو هذول الناس لا معهم مصاري وحياتك وانا مستعد احلف عليها، لا معهم مصاري ولا عمرهم شافوا $100,000 وهم كل نجاحهم قائم على انه بس الناس تشاهدهم. يعني هو صانع محتوى زيه، نجاحه جاي انه في عنده مشاهدات، في اعلانات، يبقى في مصاري فقط لا اكثر لا اقل. لا معهم ملايين ولا بيعرفوا كيف يعملوا ملايين، لانه انت في يعني انا اختلطت بناس معهم ملايين الحمد لله، ما معي ولا بقدر اقول لك كيف يصير معك ملايين، ولكن انا متاكد منه الناس اللي معها ملايين ما معاه وقت يطلع ويقعد يصور ويمنتج ويقص ويلزق ومش عارف شو بلا بلا بلا، مش فاضي يقعد يصور من الاخر. يعني انا شغلتي اصور وبصور مره او مرتين بالاسبوع ماكسيموم، مع انه يعني هاي شغلتي. فكيف واحد معاه ملايين واستثمارات وبلا بلا بلا والى اخره وبرضه معاه وقت كل اذا انا بستغرب احيانا بتلاقي بنشر باليوم مقطعين وثلاث واربعه. اذا انا شغلتي انا ككزن كشغلتي انا ما بقدرش انشر كل يوم مقطعين ثلاث اربعه، ومشاهداتي احسن منهم مليون مره يعني قطعا. فهاي الفكره انه واحد يطلع عليك على السوشيال ميديا يقول لك كيف يصير معك مصاري، انسى موضوع، كلهم بدهم يقلدوا انتر. المهم الخلاصه احبكم جميعا بالله، كل احتراماتي لكم، يلا باي باي. بدك تصير مليونير اقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير كيف تصبح المليونير، عقليه الناس الى اخره. يلا باي.